مالك يا مدرسة لعب وفن وهندسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم ورب تكونوا بخير. الزمالك يفوز على المصري بثلاثية نظيفة ويعتلي قمة الدوري العام ويفوز بالأداء وبالنتيجة وبالثلاث نقط وبثلاث أهداف. ألف مبروك للزمالك، مبروك لجمهور الزمالك، مبروك للاعيب الزمالك، مبروك للمدير الفني للزمالك، مبروك لكل منظومة الزمالك. ده الزمالك اللي اتعودنا عليه، ده الزمالك اللي احنا عاوزين نشوفه، ده الزمالك اللي احنا حبيناه وشجعناه طول عمرنا. الزمالك النهارده احلى مباراه في الموسم. الزمالك النهارده لاعب فاز بنتيجه وباداء. الزمالك النهارده فاز 3 وكان ممكن النتيجه تتضاعف كمان بالنسبه لسير الماتش. الزمالك النهارده عمل ضغط عالي وعمل بريس من اول دقيقه في المباراه. الزمالك كان باين قوي عنده رغبه الفوز رغم ان المنافس بتاعه المصري كان ند قوي ليه في اول 25 دقيقه، ولكن بعد كده دانت السيطره للزمالك، وبعد احراز الهدف الاول الزمالك سيطر على المباراه بالطول والعرض. يعني بقى المباراه بقى السيطره كامله من بعد كده. الزمالك بدأ بتشكيل مكون من محمد صبحي حراسه مرمى، وعمر جابر، وحسام عبد المجيد، ومحمد اسماعيل الوافد الجديد اللي اثبت وجوده النهارده، ومحمود بن تايك. دول خط الدفاع. خط الوسط نبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد وناصر ماهر. خط الهجوم خوان بزيرة وعدي الدباغ وادم كايد. الزمالك بدأت تبان الخطورة من أول المباراة، وخوان بزيرة بدأ يبان. خوان بزيرة أنا في رأيي هو نجم المباراة الأول. هم كلهم نجوم، بس خوان بزيرة النهاردة كان عامل الفرق بمهاراته، وكانت الكرة ماشية معاه قوي. ونفسي كمان إن اللعيبة تساعده أكتر، يعني لما يبقى اللعيب ماشية معاه وبيرقص، وكل ما بيرقص بيعدي وخلاص، هو نفسيا ركب نفسيا على المدافع اللي بيلعب عليه وعلى خط الدفاع اللي قدامه، بقى هو نفسيا عالي عليهم نفسيا. فانا اساعده اكتر لانه هو هيساعدنا اكتر، وده بان في سير المباراه. خوان بزيرة من اول المباراه من اول مباراه بيرقص ومنطلق وبيلعب الكره بالعرض، وكانت فرصه يعني كان ممكن لو اي حد قابلها كانت هدف مؤكد، ودي كانت في الدقيقه السادسه. بعديها عدي الدباغ انفراد من كره اتلعبت له من خلف المدافعين، واتلعبت الكره في جسم الحارس في الدقيقه الثامنه. وبعدين في الدقيقة 19 خوان بزيرة برضو فرصة محققة تانية، نفس القصة برضو بيرقص وبيعدي، بس لعبها والحارس أنقذها. في الدقيقة 27 عدي الدباغ كان ليه كورة كانت حسب ضربة جزاء، بس هي كان فيها تسلل، بس للأسف الكاميرا ما جابت لناش هي تسلل. لا ما عرفناش نشوفها واضحة يعني، إنما هي كانت باينة إن ممكن تبقى تسلل، بس ما جابت لناش الإعادة مظبوطة على الخط بتاعها، لان هي لو مش تسلل هي ضربه جزاء، لان الحكم كان مشاور الاول ضربه جزاء، لقى الرايه راح حاسب تسلل، وبعد كده طبعا الفار اكدها له. لغايه ما جينا بقى في الدقيقه 30 وهدف الزمالك الاول، اللي هو هدف فيه تعاون كبير جدا كان بدأ من عند الجناح الشمال. الكره كانت خلاص هتخرج، عدي الدباغ عمل مجهود قوي عليها، لحق الكوره، وبعدين باك المدافع بتاع المصري بيشتت الكوره، خدها بعد كده ادم كايد وناصر ماهر عملوا جمله حلوه قوي مع بعض، وعدي الدباغ كان دخل في منطقه ال 18، وناصر ماهر لما لعب الكوره بالعرض لعدي الدباغ مدافع المصري جه بيخرج الكوره، اخطا الكوره لعبها جت في القايم ومشيت على خط المرمى لغايه ما قابلها عدي الدباغ وهي على خط المرمى، احرز منها الهدف الاول. وبعد كده في الدقيقه 45 ناصر ماهر برضو من الوينج اليمين عمل مشوار حلو قوي، لعب كوره بالعرض. كريم العراقي كان عامل مدافع المصري الباك اليمين بتاع المصري كان عامل تغطيه العكسيه جميله جدا، لحق الكوره قبل ما تروح لعدي الدباغ، كانت فرصه هدف تاني. في الدقيقه 45 الوقت بدل ده، الدقيقه الثالثه في الوقت بدل ده بعد 45 دقيقه بتوع الشوط الاول، عبد الله السعيد عمل اسيست طولي جميل جدا لاخوان بزيره، واخوان بزيره استغل دخول ان ناصر ماهر بيقطع معاه في الوينج اليمين، راح هو كاسر لجوه ومرقص ولعب ار2 بس جت فوق العرض، وخلص الشوط الاول على كده. كان في فرص للمصري، كان في فرص برضو مهمه للمصري. كان في كره لصلاح محسن وكريم العراقي مع دغموم هو كان محور المصري النهارده. وكان في برضو كره تانية برضو من دغموم لصلاح محسن، رفعها دغموم من الوينج الشمال في الدقيقه 18 لصلاح محسن،
وصلاح محسن ريحها براسه لمحمود حماده. لولا ضغط مدافعين الزمالك على محمود حماده ما كان لعب الكوره باريحيه كبيره، ولو لعب الكوره باريحيه كبيره كان احرز منها هدف. فديت برضو شابوه لمدافعين الزمالك ان عملوا ضغط قوي جدا عليه ولعبوا الكوره فوق العرض. كان في كرة تانية بقى هي الهفوة الوحيدة بس اللي جالت للزمالك، ان كان في هفوة كده في كرة اللي هي من محمد صبحي طلع غلط على الكورة وعدت لصلاح محسن وانضغط عليه من المدافعين وفقد الكورة. هي دي بس الهفوة الوحيدة لمحمد صبحي. وكان في بعض يعني بعض هفوات بسيطة كده للمدافعين في اول 25 دقيقة، وده طبيعي لانك انت ضاغط وهاجم. بس الفريق كان متماسك الزمالك، والمهارات هي اللي كانت بصراحة مهارات لعيبة الزمالك ومهارات المهاجمين ومهارات خط الوسط الزمالك هي اللي كان لها كلمة الحسم من النهاردة في المباراة. نيجي بقى على الشوط الثاني. الشوط الثاني تسيد كامل للزمالك، ما فيش اختبارات خالص لمحمد صبحي، وما اظنش ان كان في فرصة فرص حقيقية للنادي المصري. الزمالك في الشوط الثاني يعني كان ممكن يعني لو في لعب كمان بقوه اكتر وتوفيق اكتر كان ناصر ماهر ممكن يسجل وادم كايد يسجل وعدي الدباغ يسجل. يعني كان في، وحتى بعد كده لما نزل عمرو ناصر لعب كرة بالهيد قوية جدا واخرجها حارس المرمى عصام ثروت انقذها، وكرة تانية لحسام عبد المجيد برضه بالهيد فوق المرمى فوق العارضة. فالزمالك تسيد الشوط الثاني تسيد كامل جدا. في دقيقة 64 جه الهدف الثاني برضه خوان بزيرة دخل ورقص رقص 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 فضغط عليه، فبدأ يسبق الكورة والكورة تبقى في حوزة المدافع. راح رجليه غمز الكورة من ورا رجل المدافع، غمزها بالراحة. مين بقى اللي جاي قطعه وداخل منطقة ال 18 بينفذ الواجب الهجومي ساعتها وبيكمل في الهجوم؟ عمر جابر راح مقابل الكورة بوش رجله الخارجي اليمين في الزاوية البعيدة في منتهى الحرفنة، هدف في منتهى الجمال. واستمر الماتش كده، والزمالك بقى متسيد كامل والزمالك ضغط، وفرقة المصري بدأت تفقد أعصابها ساعتها وتفقد الترابط بتاعها، ويبقى في خشونة باينة جدا من فريق المصري لغاية ما جه الدقيقة 90 ضربة الجزاء اللي اتحسبت والفار هو اللي رجعها والجمهور هو اللي ضغط. ولازم لعيبة الزمالك تخلي بالها من الحاجات دي، يبقى عندها ضغط قوي على الحكم طالما باينه انها ضربه جزاء. ده باينه لنا واحنا شايفين واحنا بنتفرج على الماتش، باين ان هو عمرو ناصر مشدود من المدافع، باين جدا ان هو مشدود من المدافع وان هو كان قريب للكره وراح للكره واتمنع من الوصول للكره بالجذب من المدافع. المهم اتحسبت بالفار وعبد الله السعيد احرز منها الهدف الثالث. طبعا اتعملت تغييرات النهارده لنادي الزمالك. نزل في الدقيقة 63 عمرو ناصر وعبد الحميد معالي مكان ادم كايد وعدي الدباغ، ونزل في الدقيقة 80 احمد حمدي واحمد شريف مكان ناصر ماهر واخوان بزيرة، ونزل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضايع فتوح مكان دونج. المهم الف مبروك للزمالك. المهم ده الزمالك اللي احنا بنحبه، ده الزمالك اللي احنا عاوزينه. الف مبروك للزمالك. دي بداية مطمئنة، بداية ثقة نستغلها بقى في ماتش الاسماعيلي والماتشات اللي جاية كلها. كده بقى في جدار ثقة قوي جدا ما بين المدرب وما بين اللعيبة وما بين الجمهور وما بين الإدارة. نكسب على المكسب دوت نبني عليه، وجدار الثقة خلاص اتبنى نكمل عليه، والمكسب بيجيب مكسب والفوز بيجيب فوز والأداء الحلو بيجيب أداء حلو، وإن شاء الله نبارك لنفسنا تاني وماتش الإسماعيلي بالفوز وبالأداء وبالنتيجة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.